هنتكلم عن جريمة حصلت من أكتر من 100 سنة، ولحد دلوقتي محدش قادر يعرف إيه اللي حصل فيها بالظبط. مزرعة معزولة تماما عن كل شيء حواليها، عيلة كاملة اختفت، وقاتل محدش شافه ولا حد يعرف هو مين لحد النهاردة. اجهز وجهز كوباية الشاي وتعالى نعرف القصة من أولها. دلوقتي احنا في ألمانيا، وتحديدا في بافاريا، من أهدى الأماكن الريفية اللي ممكن تزورها في حياتك. المزرعة دي كان عايش فيها عيلة واحدة، هم عيلة جروبر، المكونة من الأب أندرياس، مراته كازيليا، وبنتهم فيكتوريا، وولادها الاتنين، بنتها الصغيرة كازيليا 7 سنين، وابنها جوزيف اللي كان عنده 2 سنين، وزائد كمان الخدامة اللي اسمها ماريا اللي كانت لسه جاية تشتغل أول يوم ليها في نفس اليوم اللي حصل فيه الجريمة. والعيلة ما كانتش محبوبة قوي. الأب أندرياس كان معروف إن هو راجل صعب شوية في المعاملة وبخيل نوعا ما، وكان في اشاعات كتير حوالين العيله دي، وخصوصا عن علاقه غريبه بين اندرياس وبنته فيكتوريا، وان ابن فيكتوريا اللي اسمه جوزيف اللي عنده 2 سنين ده ممكن يبقى ابن اندرياس نفسه. وده لان جوز فيكتوريا كان مشارك في الحرب العالميه الاولى، والمفروض ان هو مات. وقدام هتعرف ليه بقول لك المفروض. من الاخر الاجواء جوه المزرعه كانت مش الطف حاجه. وعشان نفهم اللي حصل في المزرعه هنضطر نرجع حوالي 6 شهور قبل المذبحه اللي حصلت. الخدامة اللي كانت شغالة عندهم سابت الشغل ومشي، قالت إن المزرعة دي مسكونة وبتسمع أصوات غريبة وبتشوف حاجات بتتحرك، وطبعا وقتها محدش صدقها وقالوا دي أعذار علشان هي عايزة تسيب الشغل. بس بعد كده بدأ يحصل حاجات غريبة لأفراد العيلة نفسهم. الأب أندرياس لقى في آثار رجلين جاية من ناحية الغابة وداخلة المزرعة، آثار رجلين كانت باينة في التلج. ولما أندرياس دور ملقاش آثار رجلين راجعة تاني من المزرعة للغابة، يعني اللي دخل ده ما دخلش وخرج، اللي دخل ده دخل وفضل قاعد. أندرياس دور في المزرعة ودور في المخازن ودور في البيت كله على ان هو يلاقي الشخص دوت، مفيش اي اثر ليه. وفي نفس الوقت ده تقريبا اندرياس كان بيسمع اصوات، الاصوات دي كانت بتيجي من الدور الارضي في البيت، فكان وقتها بياخد سلاحه ويدور لكن ما بيلاقيش حد. وفي يوم من الايام اندرياس لقى جورنان من مدينه ميونخ موجود في المزرعه، وطبعا محدش كان عارف الجورنان ده تبع مين. وبعدها بكام يوم مفتاح باب البيت اختفى، دوروا عليه في كل حته، المفتاح مش موجود. وبعدها بفتره اندرياس لاحظ ان كان في حد بيحاول يفتح باب المخزن بس ما عرفش. وطبعا دي كلها كانت اشارات بتقول ان في حد معاهم في المزرعه. العيله كانت عارفه ان في حاجه غلط، وكانوا عارفين ان في حد معاهم، وعارفين كمان ان في خطر داخل عليهم. وقتها اندرياس حكى لجيرانه على اللي بيحصل، كان واضح جدا ان هو قلقان وخايف. وطبعا الاهالي اقترحوا عليه ان هو يبلغ البوليس، بس هو رفض لانه كان شايف انه ممكن يتعامل مع حاجه زي دي لوحده. الاجواء في المزرعه بقت مشحونه، العيله بقت طول الوقت حاسه ان في حد بيشاركهم بيتهم وحياتهم، حد مستني اللحظه المناسبه عشان يظهر وينفذ الخطه بتاعته. وفعلا اللحظه دي ما اتاخرتش. اخر يوم في شهر مارس سنه 1922. ايه اللي حصل في اليوم ده اللي هنعرفه لما اخد بق شاي. يوم الجمعة 31 مارس سنة 1922 ده كان آخر يوم في حياة عيلة جروبر كلها. إيه اللي حصل بالظبط في الليلة دي؟ خليني أقولك إن محدش لحد النهاردة يقدر يحدد ترتيب الأحداث، بس اللي المحققين قدروا إن هم يستنتجوه من مسرح الجريمة بيرسم لنا صورة مرعبة لأقصى درجة. القاتل استدرج أفراد العيلة واحد ورا التاني لمكان في المزرعة، مكان هادي أو مكان معزول لوحده. ممكن يكون بدأ بالأب أندرياس، ممكن يكون بدأ بمراته كازيليا أو ببنتهم فيكتوريا، أو ممكن يكون بدأ بالطفلة الصغيرة اللي عندها 7 سنين. استدرجهم للمكان ده وقتلهم بأداة اسمها الماتوك، أو اللي هي شبه الفاس او حاجه بيستخدموها في الزراعه. ودي لقوها المحققين في مسرح الجريمه وكانت غرقانه دم. 4 من افراد العيله اتقتلوا في المزرعه، الاب، الام، بنتهم فيكتوريا، وبنتها الصغيره الطفله اللي عندها 7 سنين. 4 جثث لقوهم متكومين فوق بعض ومتغطين بالقش. بس الرعب ما وقفش هنا. القاتل بعد ما خلص اللي هو عمله دخل البيت، دخل اوضه الخدامه، لقى الخدامه ماريا اللي كان لسه اول يوم شغل ليها في المكان، وقتلها بنفس الطريقه. وفاضل كده واحد بس من افراد العيله اللي عايش لحد دلوقتي، وهو الطفل الصغير جوزيف اللي عنده 2 سنين. القاتل دخل الأوضة لقاه نايم على السرير، وكان مصيره نفس مصير العيلة كلها. 6 أشخاص اتقتلوا في ليلة واحدة، عيلة كاملة اتمحت. والأغرب والأرعب من كده إن القاتل بعد ما عمل المذبحة ديت ما عملش زي أي قاتل وخد بعضه وهرب، لا ده فضل موجود في المزرعة كذا يوم بعد اللي هو عمله. طب ازاي عرفوا ان القاتل فضل قاعد موجود فترة في المزرعة بعد الجريمة اللي هو عملها؟ لان الجريمة دي محدش اكتشفها غير بعد 4 ايام كاملين. 4 ايام الجثث موجودة في المزرعة والقاتل كان قاعد هناك. الجيران لاحظوا ان البنت الصغيرة اللي اسمها كازيليا ما راحتش المدرسة يوم السبت،
وان العيله كلها ما راحتش الكنيسه يوم الحد، ولو ان هم كانوا متعودين ان كل حد بيروحوا الكنيسه. لحد يوم الثلاث 4 ابريل جار ليهم اسمه لورنز لاحظ ان العيله دي مختفيه تماما، راح لامم مجموعه من الجيران وقرروا ان هم يروحوا المزرعه عشان يشوفوا العيله دي مالها. ولما وصلوا لقوا المكان هادي جدا، قعدوا يندهوا محدش رد، البيبان كانت مقفوله، بصوا من الشبابيك مش شايفين حد. بعدها قرروا ان هم هيقتحموا المزرعه، واول لما دخلوا اتصدموا من المشهد اللي شافوه. لقوا جثث اندرياس وكازيليا وفيكتوريا والطفله الصغيره كازيليا متكومين فوق بعض ومتغطين بالقش. بعدها دخلوا البيت لقوا جثه الخدامه ماريا وجثه الولد الصغير جوزيف. الاغرب ان هم لاحظوا ان كان في حد عايش في المزرعه طول المده دي. البهايم في المزرعه كانت واكله وشاربه، الكلب كان مربوط ومحدش اذاه، وكان في اكل في المطبخ متاكل منه. السرير في اوضه نوم اندرياس وكازيليا كان واضح ان في حد بينام عليه، ده معناه ان القاتل بعد ما نفذ الجريمه بتاعته فضل عايش في المزرعه وسط الجثث. البوليس وصل وبدا تحقيق في واحده من اغرب القضايا في التاريخ، وطبعا اكتشاف الجثث ده كان بدايه لكابوس تاني، كابوس التحقيقات. البوليس اتحرك من ميونخ ووصل لمسرح الجريمة، وبدأوا إن هم يواجهوا قضية غريبة ومعقدة من كل النواحي. ومسرح الجريمة كان طبعا اتلوث بسبب إن كان في ناس دخلت قبل الشرطة، وده طبعا ضيع أدلة كتير كان ممكن تكون مهم. أول حاجة عملوها هي إن هم بدأوا يشرحوا الجثث، والتقارير قالت إن أفراد العيلة كلها ماتت بنفس الطريقة، ضربة بالأداة اللي اسمها الماتوك في نص الراس هنا. والتفاصيل اللي وضحوها وهم بيشرحوا جثة الطفلة كازيليا كانت مرعبة. التقارير بتقول إن جمجمتها كانت متهشمة تماما، وده لان هي اتضربت حوالي 7 ضربات في جمجمتها، وده خلى الجمجمه اتكسرت. ولقوا جرح عميق في دقنها هنا من تحت. والافظع من كده ان في واحد زود تفصيله بجد صعب، بيقول ان هم وقت التشريح كانت البنت ماسكه شعر في ايديها، وده غالبا شدته من راسها وهي بتموت من كتر الوجع والعذاب اللي كانت فيه. البوليس بدا يستجوب اكتر من 100 شخص في المنطقه، واستجوب اي حد ليه علاقه بالعيله دي من قريب او من بعيد. واول واحد كان مشتبه فيه لورنز اللي هو جارهم، اللي خد باله ان هم بقالهم فترة مش بيظهروا، ولم بقية الجيران عشان يزوروه. وده لأن هو كان أصلا على خلاف مع أندرياس، وبسبب برضه إن هو كان بيتصرف بطريقة غريبة شوية في مسرح الجريمة، وكذا حد شافه وهو بيحرك الجثث. المشتبه فيه التاني واحد اسمه كارل جابرييل، ده جوز فيكتوريا، واللي هو المفروض كان مات في الحرب العالمية الأولى، بس ما كانش مات بشكل مؤكد لان هما ما كانوش لاقيين الجثه بتاعته اصلا. فكان في نظريه ان هو اللي عمل كده عشان عرف العلاقه الغريبه اللي كان بين فيكتوريا مراته وابوها اندرياس. وكان في عيلتين مشتبه فيهم لان ليهم سوابق اجراميه قبل كده. المشتبه فيه رقم 5 أدولف جروبر، ده واحد من قرايب العيلة، وكان معروف إن هو عنده أمراض نفسية وممكن يعمل أي حاجة. والبوليس بدأ إن هو يحقق مع أي حد عدى من قدام المزرعة، سواء عمال أو مشردين أو أيا كان. المشكلة الكبيرة وقت التحقيقات إن ما كانش فيه دافع واضح. السرقة مستبعدة لأن هم لقوا المجوهرات والفلوس في مكانها زي ما هي، حتى السلاح اللي القاتل استخدمه هو واخده أصلا من المزرعة، يعني هو ما كانش جايب معاه سلاح. طبعا السنين عدت والتحقيقات اتفتحت واتقفلت كذا مرة، ظهرت شهادات جديدة ونظريات أغرب. وطبعا زي أي حاجة مش بنلاقي لها تفسير لازم نربط الجن والشياطين والجماعات السرية والفضائيين بالكلام ده. ولحد النهاردة اللي حصل في مزرعة هنتر كايفك هيفضل لغز. 6 أرواح اتقتلت، قاتل ظهر واختفى من العدم ومن غير ما يسيب أي سبب واضح. فيا ترى مين كان الشخص ده؟ شبح، شيطان، إنسان؟ بالنسبة لمصير المزرعة بعد الجريمة بسنة واحدة هدوا المزرعة بالكامل، وكل اللي فاضل في المزرعة هو نصب تذكاري صغير. تفتكروا بقى مين القاتل؟ هل كان حد من الجيران؟ هل هو كارل جوز فيكتوريا اللي كان المفروض ان هو مات في الحرب؟ ولا ممكن يكون كيان تاني خالص؟ ويا ريت كله يشارك برأيه في الكومنتات. بالمرة وانت معدي اعمل لايك وسبسكرايب، ولو لسه مش عامل لي فولو على الانستجرام يا ريت تعمل لي فولو. وقبل ما اختم الفيديو عايز اشكركم على 20,000 سبسكرايبر، يعني رقم جميل، رقم حلو، رقم لذيذ. فشكرا لأي حد بيدعم بكومنت او بلايك او باي حاجه عامه. على راسي على راسي. اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه، وسلام.